دخلت في ريليشن شيب واتعرفنا على بعض وحبينا بعض، كل حاجه زي الفل، الموضوع باظ في الاخر. وتقعد تقول حتى كده ليه يا رب خلتني اصلا احب واتعلق بيه، هي مش هتكمل. وليه اشوفه؟ ليه قابلته؟ ما انا كنت ممكن ما اقابلوش، ولو قابلته ممكن ما اكلموش. ليه يحصل كل ده؟ ويجي حاجات برضو حتى في الكارير، مثلا يقول لك ايه، جالي اوفر، واحد صاحبي يقول لي كده، ومضيت الاوفر وانا داخل بقدم الاستقاله، داخل على الباب الموبايل رن، انا قلت ارد بعديها ولا قبليها، رديت قبليها، قالوا لي معلش الاوفر مش هينفع يكمل، انا مضيت اوفر. طب ليه يا رب من الاول وصلت للمرحله دي ودخلت انترفيوز وفرحت وجبت البدله وعملت كل حاجه وما كملتش؟ احيانا بيبقى ربنا عايز يقول لك انها سهله، مش انت الريليشن شيب ودي البنت اللي انت كنت هتموت عليها جبتها لك ووصلتك لحد قبليها قبل الجواز اهو وباظت. ليه؟ سهله بس مش هو ده نصيبك. الاوفر اللي انت والشركه الاحسن اللي كنت بتحلم بيها اهي وسهله، بس ده مش وقتها. ما انت مش راضي تصدق من الاول ان ده مش خير ليك. طب انا خليتها لك تبقى قريبه منك جدا 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 بس باظت في الاخر. دايما انا ومحمد نقول كده ايه، لما حاجه نيجي نعملها وتبوظ نقول لي بروف اوف كونسبت، انها كانت ممكن تحصل بس ما حصلتش حلو، بس هي ممكن تحصل. يعني ايه، انا ممكن احب واتحب ومش عارف ايه، ما كنتش متخيلها كده خالص، واحده دول ما كنتش متخيله ان حد يحبني، والموضوع باظ. بس بروف اوف كونسبت ان انت ممكن تتحب.